يأتيني رجل في مسجد مستشفى سيوني يستفتيني، فإذا هو يسأل: يا شيخ، ما حكم الإقسام على الله؟ أريد أن أقسم على الله. فاسترعبني الكلام واستعظمت الفتوى، فقلت: يا هذا، العلماء يقولون الإقسام على الله على قسمين: إن أقسمت على الله من باب الإجلاء بعملك وأنك أنت وأنت، فهذا خطير. رجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، فغفر الله لفلان وأوبق دنياه وأخرى. وإن كنت أقسمت على الله من باب حسن الظن بالله والافتقار إليه وصدق ما بينك وبينه من عمل، فإن هذا الذي ترجى له الإجابة. فدارت دمعته في عينه وقال: إذن لن أقسم على الله، لأني أخاف أن يردني الله فأعلم أنه ليس لي مكانه عنده. وذهب. وبعد يومين جاءني في نفس المكان ووجهه يمتلئ بالبشر: يا شيخ، السؤال الذي سألتك إياه تذكرني؟ قلت: نعم. قال: أخذت بفتواك ولم أقسم على الله، لكني سجدت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لكني سجدت من بعد العشاء إلى الفجر وأنا أدعو الله وألح على الله وأتوسل بعمل صالح عملته لله. يا شيخ، قال لي الأطباء: زوجتك ستموت وما في أمل. فقلت له: مسافر بها للعلاج. قالوا: اتق الله، لا تعذبها بالطريق، دعها تموت هنا برحمة. يا شيخ، والله إني ما أسأل شفاءها لأجلي، لها 5 بنات وطفلان أبكي لها لأجل بناتها، وسقطت دمعة من عينيه. خانته وسبقته وهو يتكلم، فقال: اعتذر يا شيخ من الدمعة، ما كنت أقصد. قال: فلما أصبحت الصباح ذهبت أحلل لها، فتغيرت الأرقام، فجئت للأطباء فقالوا: سبحان الله، قد برئت تماما. ودقيقتان وإذا بها تفتح فمها وتبتسم. قالوا: بعد 3 أيام تأخذها إلى عيالها. بعد 3 أيام تأخذها إلى عيالها. رجل لا يعرف ولا يشهر ولم يذكر، لكن حتى تعلموا أن منا رجال لو رفعوا أكف الضراعة إلى الله لأمطر الله عليهم بركات الإجابة. لكن لنعلم أن في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، ومنا من لو أرسل سهم الدعاء لأصاب به كبد الإجابة. فعظموا في الله الرجاء وأخلصوا لله الدعاء، واسألوا الله سبحانه وتعالى من واسع العطاء، فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.